تعالي اقولك على ترند المخمرية اللي مكسر الدنيا. ترند دبي دلوقتي بقى مش حلويات، بقى برفانات. ترند هيغنيكي عن اغنى برفان. هنعمل ايه يا ستي؟ اهم حاجة تمشي معايا بالخطوات، لان في سر هو ده اللي هيظبط معاكي الوصفة. اهم حاجة تجيبي دلوقتي عندك اي برطمان متوفر، لان الوصفة الاصلية هما جايبين علبة مخمرية شيك كده، فانا بسهلها عليكي وعلى اي حد امكانياته بسيطة يقدر يعمل الترند دوت بكل سهولة، من غير تعقيد ومن غير اي كلكعة. هنعمله احنا بقى على الطريقة بتاعتنا البسيطة. هنجيب اي برطمان، حتى لو برطمان مربى، برطمان اي حاجة. ده كان برطمان عندي فاضي في البيت، غسلته وعقمته كويس بالشكل ده كده. هنفتحه. هتجيبي اي نوع بودرة تلج، اي نوع متوفر عندك، وهتجيبي كيس قطن، اي نوع برضو كيس قطن من الصيدلية. هما بقى في الترند الاصلي جايبين القطن اللي هو الدواير ده، اللي هو المخصوص للبشرة، بس احنا عادي، احنا بنعملها بتكاليف بسيطة عشان ما تبقاش الدنيا معقدة ومكلكعة، ونعمل الترند احنا بقى بمزاجنا وعلى قدنا وعلى قد الايد. هنجيب القطن، وهنجيب معانا اي نوع زيت عطري. اهم حاجه زيت عطري يكون تقيل، وتجيبي اي بادي سبلاش، اي برفان. اهم حاجه زيت عطري انت تكوني بتحبي وتبقى ريحته حلوه. ماشيه فوزيه، اسمعينا الله يسترها معاكي، عشان عايزاكي على العيد دوت بقى تبقي ايه، تبقي ملعلعه. اوكي اتفقنا؟ ركزي معايا في الخطوات وامشي معايا خطوه خطوه. هتجيبي البطرمان بتاعك، وهتجيبي علبه بودره التلج كده بالشكل ده كده. هنبدأ ننزل فيها كده. نزلي يا فوزية، نزلي على قد ما تقدري، نزلي اهو بالشكل ده كده. ماشي يا فوزي. هتجيبي كيس القطن كده، تبدأي يا فوزي تاخدي قطعة قطن كده بالشكل ده كده. هتجيبي بقى الزيت بتاعك العطري، تبدأي كده غرقيها بقى. بصي، عايزاها تتغرق خالص، بصي تبقى غرقانة زي ما انت شايفة كده، وحطيها. حطي شوية بادي بلاش كده. خلاص احنا كده حطينا اول طبقة، طبقة بودرة تلج، وحطينا قطنة وفيها الزيت العطري. بصي يا فوزي، هتجيبي كده الزيت العطري اهو زي ما انت شايفه كده، هنغرق بيه القطنه. فضي على قد ما تقدري، ماشي. فضي، ما تستبخليش يا فوزي، ماشي. اهي. هنحط كده تاني، ترجعي تحطي كده طبقه بودره تلج. بصي، زودي يا فوزي، زودي على قد ما تقدري. بودره التلج مش غاليه، بس بصي بتطلع عليها ازاي. هنجيب قطعه قطن تاني بالشكل ده كده، وغرقي بقى، فضي فيها الازازه، ما تستبخليش. اهم حاجه بقى هقولك عليها، هتعملي ايه. هتعملي الوصفه دي كده، وهتسيبيها من مده 3 ايام لاسبوع، وكل ما هتسيبيها كل ما الريحه هتعتق اكتر بالشكل ده كده. عايزه اقولك بقى يا فوزي على حاجه. بصي، الريحه طبعا جامده عليا بالشكل ده كده، وتبداي بقى ترجيها كده بالشكل ده، وهتسيبيها بقى في مكان كده ضلمه لمده من 3 ايام لاسبوع. ولو سبتيها اسبوعين هتبقى اكتر واكتر، الريحه هتعتق جوه اكتر. وعايزاكي بقى تجربي تعملي منها واحده لجوزك. وبصي بقى لما تخلص هتاخدي بقى كده منها فوزي من البودر ده اللي جوه، وبعد ما تاخدي الشاور تدهني بقى ايه، تدهني بيها جسمك كده. بصي بقى، مش قادره اقولك ده هي الريحه اصلا طالعه دلوقتي عامله ازاي. تدهني كريم مرطب، وتدهني بقى منها، او على بعد الشاور على طول تدهني كده، ماشي. اهي بصي، هما طبعا جايبين ايه، اسفنجه مخصوص، بعد ما لما بتعملي كده بتاخدي بيها كده وبتدهني بيها. انتي بقى مش بصي، مش قادره اقولك، هو لسه احنا عاملينها دلوقتي، مش قادره اقولك على الريحه بقى عامله ازاي. بصي الريحه بقى ونعومه وبياض، بصي مش قادره اقولك الريحه. تخيلي بقى احنا لما هنعتقها معانا لمده من اسبوعين ل3 هتبقى عامله ازاي، قصدي من 3 ايام لاسبوع. تخيلي الريحه هتبقى عامله ازاي. جربيها.
موضوع سهل جدا، سهلة جدا. الفرق بيننا وبينهم علبة المخمرية والقطن. الوصفة من جوه هياها قطن، بودر تلج، وزيت عطري. عايزاكي بقى تقوليلي احلى نوع زيت تحبي ايه، يكون المسك ولا العود، واكتبيلي تحت في الكومنت. اتفقنا يا فوزي؟ واعمليها يا ريت من دلوقتي، وجهزيها للعيد، عشان عايزاكي بقى في العيد في الاجازه كده تبقي ماشيه فواحه في الشقه، رايحه جايه فواحه. ويا ريت بقى لو تجربي واحده لجوزك وتعمليها له ببرفان بقى، يعني يكون رجالي بزيت عطر رجالي. معلش يا فوزي، اعملي له يا فوزي، عينوبك ثواب والله. وانتي اعمليها له كده وقولي له تعالى يا حبيبي جرب كده، يعني فكي شويه يا فوزي، بلاش القفشه اللي انتي فيها دي. وكل سنه وانتوا طيبين ورمضان كريم، وعيشوا عامل لكم وصفات جديده وحاجات جديده. هي طبعا لما هتبقى علبه عندك على التسريحه، لو انت عندك مفيش مشكله، ما عندك خلاص اوكي، مفيش هنستخدمه البطرمانات. احنا بنعمل الوصفات باقل التكلفه. وعيد سعيد عليكم ورمضان كريم، وكل سنه وانتم طيبين.